انت تعرف هما ازاي قدروا ينقلوا تمثال رمسيس التاني للمتحف المصري الكبير علشان يكون أول شاهد على الزائرين من كل أنحاء العالم؟ في سنة 1820 وجدوا التمثال متكسر 6 قطع في قرية ميت رهينة في البدرشين، وكان التمثال غرقان في المياه الجوفية، وده اللي خلى فكرة نقله صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة. فتم بناء سور خشبي بسيط لحمايته، وأصبح من أهم معالم منطقة ميت رهينة السياحية، وفضل مكانه لحد سنة 1954. وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1955 قرروا نقل التمثال من ميت رهينة إلى ميدان رمسيس في قلب القاهرة، ونجحت شركة المقاولون العرب في نقله، وفضل في ميدان رمسيس لأكثر من 50 سنة، وأصبح التمثال أيقونة للقاهرة الحديثة. وفي سنة 2006 تم نقله على يد المقاولون العرب للمرة الثانية وسط موكب كبير وسط شوارع القاهرة، بعد كمية إحباط من المصريين بسبب نقله من مكانه وخوفهم على التمثال لا يتكسر. لكن شركة المقاولون العرب نجحت للمرة الثانية في النقل، وكلنا كنا قاعدين بنتفرج في كل الشوارع وفي كل بلكونة وقدام التلفزيون، بنشوف التمثال وأكنه ملك صاحي من الموت علشان يتمشى وسطينا. وتم نقله لمنطقة الرماية ليكون قريب من المتحف المصري الكبير الحالي. وبعد إكمال بناء البهو الرئيسي في المتحف المصري الكبير، تم تنظيم موكب ضخم لنقل التمثال إلى مكان عرضه الدائم عام 2018. بعد وصول التمثال تم تثبيته في المدخل الرئيسي للمتحف ليكون أول ما يشاهد الزائر عند الدخول. وبكده تكون خلصت قصة نقل تمثال الملك رمسيس من أعظم ملوك مصر.